صباحكم سعيد، صباح الخير، الزول في اللون. اليوم جبتكم الوصفه تاع الغريبيه اللي شربت بها القهوه بصحتي وبصحتكم اذا جبتها، والبتي فوق تاني ما نطوش عليكم. نديركم الوصفه اذا حبيتوا نديركم الوصفه ديروها لي في التعليقات، نديركم الوصفه تاع البتي فوق يجيكم ما شاء الله. المهم هذه هي الغريبيه، انا بدلتها فقط كنا نديروها بالمول، واليوم درتها لكم بلادو يعني هكاك، غيرت الشكل ديالها جاتني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا مقتطفات الفيديو نعطيكم الوصفه بالتفاصيل ونعطيكم الوصفه بالمقادير المضبوطه. اكيد بعد تخرجكم الغريبيه ما شاء الله خفيفه تعجبكم وتجربوها لاول مره وتنجح معكم. نبداو بالمقادير الوصفه. عندي كاس الا ربع ديال الزيت، نزيد عليهم ملعقه كبيره ديال المرغرين وملعقه ونص ديال السمن. هادو هما يعني بهذا الكاس نكملوا جميع المقادير ديالنا باه تاخذوا. نعطيكم يعني بالدقه. هذا هو يعني غير شويه النقص او الزياده ماشي مشكل، كيما وحده كيما الفارينه كل وحده والفارينه كيفاه دايره. المهم نعطيكم الوصفه بالتفاصيل تنجح معكم لاول تجربه، خاصه البنات اللي يقول لكم الغريبيه ديالي ما تنجحش. المهم هاد الكاس ديال المواد الدسمه نزيد معاهم نص كاس ديال السكر الناعم. نقول لكم بين قوسين درتو يعني حلوه الترك في الغريبيه نقصوا شويه سكر ناعم، سينو ديروا نص كاس ديال السكر. ونزيد عليهم قيس 2 ملاعق ديال الكاوكاو محمص مرحي، و2 ملاعق ديال جلجلان تاني مرحي، يعني محمصين ومرحيين. زوج ملاعق لهذا الكاس ديال المواد الدسمه. كما راكم تشوفوا زدت هاد المكسرات، وانتم حبيتوا تزيدوا حلوه الترك، حبيتوا تزيدوا اي حاجه في الغريبيه ديالكم، كل ما تزيدوا حوايج تجيكم بنه ما شاء الله. دي فوا نزيد لها حتى ملعقه ديال الطحينه يعني تباع هكاك في البلارات. المهم نخلطوا جميع هاد المقادير حتى يوصلوا على شكل يعني كريمي. اكني ناوي عاود الغريبيه ان شاء الله تعجب. نعاود كان الكاس الا ربع ديال الزيت مع ملعقه كبيره ديال المارغرين وملعقه ونص ديال السمن. دوز قلنا الكاس من السكر الناعم، سنتهم جايين مكسرات يعني الكاوكاو مرحي محمص، و سنتهم جايين جلجلان محمص ومرحي. المهم نروحوا للفارينه. زدت له يعني بالكل زدت له 4 كيسان وربع ديال الفارينه. زدت في الاول 2 كيسان ديال الفارينه مغربلين. ما تنساوش قرصه ديال الملح. هنا لازم نزيد ملعقه تاع القهوه ديال الخميره الحلويات ونسيتها وزدتها في الاخير. المهم نزيدوا ملعقه ديال القهوه ديال الخميره الحلويات. كم تشوفوا درت 2 كيسان في الاول تاع الفارينه، وزدت الكاس الثالث كما راكم تشوفوا. اكني ونير اتخدم 4 الكيسان وربع الفارينه، 4 الكيسان تسمى 4 الكاس الفارينه، يعني اتشكشم شويه الفارينه مما ثوت 4 الكيسان وربع الفارينه. 4 ني انقارو على حساب الفارينه نديلن دي فون ديس طوط دي فون ديس استرنم 4 الكاس ني الفارينه. المهم زدت الكاس الثالث وزدت الكاس الرابع. كل ما نزيد الفارينه ندخلها بهكاك بهذا الطريقه. راكم تشوفوا في الفيديو مفصل كل ما نزيد الفارينه ندخلها بهذا الطريقه. لازم تحكوها هكاك باه يدخل السمن مع الفارينه باه ما تجيكمش الغريبيه ديالكم ما تحكمش روحها. راكم تشوفوا راني درت لكم هكاك بالتفصيل. وفي الاخير زدت هذاك الربع ديال الكاس ديال الفارينه كما العاده غربلتهم كامل. وما تنسوش ملعقه ديال الفانيليا، في الاول درت ملعقه ديال الفانيليا. المهم ادخلوا كامل هاد الفارينه. وفي الاخير نقول لكم واش تزيدوا الغريبيه ديالكم باه تجيكم غريبيه ما شاء الله. المهم كني غير غاسل الكيسان دي منزا بعد شبختنا المواد الدسمه راني غاسل الكاسويس 3 الكاسويس 4 الربع الكاس دارني اتجمع كدو كوتي زرموت ويضارا ترنو من 4 الكاسني الفارينه. المهم او كيس خمانكيا 4 الكيسان والربع الفارينه. هذا كي تجمع غير كي تسولي باش تسمو. المهم زدتها هذيك الخميره كما قلت لكم انا نسيتها من الاول. زدتها هذيك ملعقه تاع قهوه صغيره تاع الخميره الحلويات. المهم دخلتها في لاباط ديالي ما تاثرتش على الوصفه. ونزيد ربع كاس ديال الزيت في الاخر. زيدوا ربع كاس ديال الزيت ودخلوه ثاني في لاباط ديالكم. كنيوني نعطيك راني اصلا ليفر شيميك بيسك سورس ديال الديبار. المهم كون ويدي الديبار خمستهم جات القهوه مزيان كاينه لا ليفر شيميك. وترنم من ربع الكاس ديال الزيت في الاخر وتجمع ما كويت سي بون فوض الغريبيه ديالنا نخمم 4 الكيسان والربع الفارينه. يعني 4 الكيسان الكاسني 4 الكاس ماشي الكاس الا ربع 4 الكاس. كما راكم تشوفوا انا جمعت لاباط ديالي العجينه ديالي كما راكم تشوفوا جاتني ما شاء الله. غير خليتها كتريح قسما نصل كامل نجمع هذاك لو بلون طرافاي ديالي. نفهمكم درت يعني كاس مواد دسمه بين الزيت والسمن والمارغرين مع 4 كيسان
وكاس الا وربع كاس ديال الفارينه، وملعقه قهوه تاع خامات الحلويات والفانيليا. ما تنساوش قرصه ديال الملح، وتجمعوا لاباط ديالكم كما وريتكم في الفيديو. اكنيون نخكان الكاس الزيت الواحد السمن واحد لا مارغرين 4 الكيسان ذو ربع الفارينه ثم جاتنا القهوه الخميره الحلويات وترنم الكاوكاو وترنم الدجاجه كني تحملم وترنم تاع جات سطوح ذاك القهوه الخميرات الحلويات كنيون لافاني والثوثره. راكم تشوفوا في التشكيله شكلتهم بهذا لادوي، قلت لكم مدتهمش بالمول، عاونوا رواحتكم شويه بالزيت هكا بتخرجوهم بالعقل باه ما يتفتتوش هذيك الغريبيه ديالكم. كما تعرفوا الغريبيه تجي هشيشه سهله للتفتت. راني درتهم على شكل وريدات تشوفوهم يعني كيفاه راهم جاوني. نحب هاد الاشكال كما الغريبيه تاع الزمان نحب الشكل تاع هكاك الغريبيه. دي فوا نديرها في المول، يعني دائما نديرها في المول، بصح غيرت الشكل ديالها. كما راكم تشوفوا خدم اختك انا كاس سلاد دوينيا كنو بغا ما تخمس المول خدمت المول كي خدم سلاد دوي تعجبني هكا باسكو توجور خدم المول. المهم فريدايا خدم اختك كاس سلاد دوي سي فريمون ما شاء الله. والديكور تخدم من البيستاش، بيستاش فو بيستاش. المهم في الديكوراسيون ديروا فو بيستاش كنتم تشوفوا في البلا ديالي هنايا. نقول لكم بين قوسين ما ديروش لو فو بيستاش ديالكم قبل ما طيب، يعني كيما طيب ديروا لو بيستاش ديالكم، سينو كي تحمروها من الفوق يتحرق لكم هاد المكسرات ديالكم كي القرفه كي اي حاجه كي ديروها حتى الطيب الغربيه ديالكم باه ديروا. المهم على حسب الفور ديالكم. انا خذت لي 25 دقيقه، يعني 10 دقائق 15 دقائق من التحت و10 دقائق من الفوق، حمرتها بشويه كان ريم خرجت لي واحد الغريبيه ما شاء الله خفيفه وهشيشه وطيبه ما شاء الله. المهم وصل لاخر الفيديو، ما تنسوش باللايك الفيديو والاشتراك للقناه. عجبكم المحتوى اكيد بصحتكم، اذا جربتوا الوصفه جربوها تجيكم بنينه وما شاء الله خفيفه وروعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.